بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحبائنا أعضاء ومشتركين قناتنا سيرة قديسين وشهداء وآباء، نقدم لكم اليوم سيرة قديس شهيد غير معروف لم نسمع عنه من قبل، وهو الشهيد القديس أبو تفليسي، وهو مواليد العراق بغداد. كان مسلما ومقيما في بغداد ويعمل في صناعة العطور ومزاولا لتركيبها مع المراهم الطبية، ما يدل على معرفة واضحة بالكيمياء. نال تعليما دينيا جيدا هو الضروري لكل مسلم، وخلال أحد زيارته إلى جورجيا دخل في نقاشات متعلقة بالديانة مع كهنة وأساقفة من البلاد، شملت أدق المسائل الدينية، وهذه النقاشات دفعته إلى اقتناع بالمسيحية، ومع ذلك تردد في التحول نحو المسيحية علنا، إذ كانت جورجيا تحت حكم الخلافة العباسية، لكنه سرا أخذ يصلي الصلوات المسيحية. رافق أبو تفليسي الأمير نرسيس وتوجه نحو أبخاريا التي لم تكن خاضعة لسيطرة العباسيين، وهناك اعتنق أبو تفليسي المسيحية رسميا وانخرط في حياة الصلاة والزهد. وفي عام 782 صالح الأمير نرسيس العباسيين في تبليسي وعاد إليها، فأراد أبو تبليسي التوجه معه إلى العاصمة رغم تحذيرات الأمير، وظل هناك لنحو 3 سنوات مقيما ومبشرا بين الشعب. بعد 3 سنوات اعتقلته السلطات العباسية في تبليسي وحاكمته بتهمة الردة عن الإسلام، لكنه رفض التخلي عن المسيحية واعترف بإيمانه في قاعة المحكمة نفسها، ونفذ به الإعدام في 6 يناير سنة 786 ميلادية. وقد نقل التقليد أن آخر كلماته كان شكر لله لأنه حول مهنته من تركيب العطور الدنيوية إلى الدعوة السماوية باتباع العطور الحلوة لوصايا السيد المسيح، واعتبر شهيدا وقديسا وشفيعا لمدينة تبليسي. وقام الكاتب الجورجي أويوني سابا نيسيدز حديثا بإصدار رواية تتناول قصة حياته بعنوان ليسي القديس الشهيد، وتعيد له الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية الشرقية والمشرقية بيوم استشهاده هو 6 يناير 786، تعيد له بالذكرى يوم 8 يناير من كل عام. بركة صلواته وشفاعته فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.